هو أنا المفروض يكون ليا كام صاحب؟ السؤال ده اتسأل لي كتير جدا. لما بشوف الناس الكبيرة بلاقي إن هما ليهم 2 أو 3 صحاب بالكتير. مرة نزلت على قهوة كان فيها ناس كبيرة، سألت كل واحد فيهم أنت عندك كام صاحب؟ في واحد قال لي أنا اتعرفت على ناس بعدد شعر راسك، بس معايا منهم واحد بس دلوقتي، هو ده اللي صاحبي بجد، هو اللي بلاقيه دايما في كل حاجة. قلت له قابلته إمتى؟ قال لي قابلته وأنا 30 سنة تقريبا. بسأل واحد تاني، قال لي أنا عندي 2 بس صحاب، هما دول اللي دايما بلاقيهم في ظهري، بس أنا لسه عارفهم قريب من 10 سنين بس، وهو عنده 50 سنة. فالحقيقة إن إحنا كلنا هنقابل الصاحب الجدع، بس دلوقتي في ناس في حياتنا فيهم اللي فترات وفيهم اللي هيكمل، بس مش شرط نقابل صاحب العمر دلوقتي. كل واحد فينا هيكون ليه 2 أو 3 صحاب بس، هما دول اللي هيكونوا موجودين معاه، وهما دول اللي هيكملوا معاه فترة طويلة. فمش شرط إن أنت تقول دلوقتي إن أنت ما عندكش صحاب، لا أنت في ناس في حياتك، الناس دي ممكن تكون مش قريبة منك كفاية، أنا مقدر ده، بس في وقت اللي هتقابل فيه صحابك اللي بجد، هتقابل فيه الناس المناسبة ليك. ما تستعجلش، تعرف على ناس، صاحب ناس، دايما وسع دايرة معارفك، وسع دايرتك الاجتماعية علشان تلاقي الناس المناسبة ليك بجد. لكن طول ما انت منطوي وقافل على نفسك عمرك ما هتقابل صاحبك اللي بجد، عمرك ما هتقابل اللي يشيل عنك. في واحد قالها لي حكمة، قال لي انت ممكن تتعرف في حياتك على 5000 واحد، بس في الآخر هو واحد بس اللي هيبقى لك. بس لازم تتعرف على الناس دي كلها، علشان لو ما دورتش في ال5000 مش هتلاقي الواحد ده. لازم نعمل علاقات اجتماعية، لازم يكون لينا معارف، لازم نكون موجودين في وسط الناس عشان نلاقي الناس المناسبين لينا.